ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم في فيديو النهارده ان شاء الله. النهارده من فيديو في بيت بابا. تمام. احنا بنعمل بيتزا، مهرجان بيتزا يا جماعه. معايا متجمعين احنا متجمعين النهارده. كلنا. اه، ام يوسف اخت جوري. اختي الكبيره يا جماعه ومامتي الصغيره. احنا متجمعين النهارده مع بعض، هناخد يومين كده سوا مع بعض، نتجمع احنا وولادنا ان شاء الله. والولاد النهارده عايزين بيتزا، قلنا نعمل لهم بيتزا بقى نفرحهم بيها. اه، دول حوالي كام؟ 2 كيلو دقيق. 2 كيلو دقيق. هتحط العدد عليهم كبير ايه؟ ما شاء الله، ان شاء يعني الله. احنا ثانية، عايزه بولادنا. اقولك على حاجه، طلعي شويه آه. عشان لو احتجتيهم انتي وبتعجني، عشان لو الميه زادت منك لا ولا لا، اي انا حاجه. بعرف نفسي. الله عليك يا ام يوسف. ماشي. انا يا جماعه لازم اعزل شويه دقيق على جنب تحسبا لاي ظروف. علبتين زبادي. علبتين زبادي. هي هتقول لنا على المقادير عشان هي اللي بتعجنها. هي دايما اللي بتعمل لنا البيتزا هنا في بيت بابا. عايزاني اجيب لك اي حاجه؟ نتجمع اعمل لهم بيتزا اه، لازم. لا ولسه كمان بكره في فطير مشلتت ان شاء الله هصوره بإذن لكم الله. برضو. إن شاء الله. ملح. الصبح كده بإذن الله نقوم على الفطير. ان شاء الله. حبة ملح طبعا، مع خميرة فورية، كيس خميرة دريم يا جماعه، الخميره بتاعت دريم حلوه قوي. دريم. حلوة خالص، أنا بحبها بصراحة. أنا جربت حاجة تانية، جابولي نوع تاني بس ما عجبنيش. يعني هو خمر بس خد وقت طويل على ما اتخمرت، وما كانتش هشة زي ما بتطلع خميرة دريم. لا، خميره دريم بصراحه يا جماعه جميله، على طول احنا بنستخدمها، يا اما الخميره الطازه. بس لو الخميره الطازه مش موجوده فلازم دريم، هي احسن نوع. ممكن نستعمل خميرة بيرة بتاعت العيش الشمسي العادي بتاعنا. انا وريتها لكم قبل كده في فيديو في القناه. بس احنا مش محتاجين نعمل الاختبار بتاع الخميره طبعا، عشان الخميره دي اصلا احنا عارفينها ما شاء الله عليها، فحطيناها على طول على الدقيق مباشره. وهنا يا جماعه دي البصله بنجهزها عشان خاطر هي كميه كبيره، هنعمل 2 عصاج، واحد لحمه وواحد ايه يا ام يوسف؟ اه، بس انا طبعا ما باكلش الحاجات دي، ما باكلش لحمه اصلا، فهعزل لي حبه على جنب كده بصل. ام يوسف هتعمل لي واحده بالخضار. اه، زي اخواتنا اهو كده الفطيره بتاعتي، واخلي الباقي يستوي براحته. هنا حطينا الميه وبتعجنها. نزلها لكم في الارض عشان تبقى واضحه. ماشي. حطيت نص كوبايه لبن في العجينه. انا ما صورتهاش انا يا جماعه، كنت بوريكم البصل. لو مفيش لبن ممكن تحطوا لبن بودرة او تعجنوا بمية عادي، جميله هتطلع معجنات معاكم حلوة اللبن برضه. البودره، جميله جميله. احلى حاجة بصراحة. بس لو مفيش ما تأزموش نفسكم يعني عادي. زي ما شايفين يا حبايبنا، ونزلت عليهم اللحمه المفرومه. طبعا كالعاده الكهرباء قطعت علينا. والله ليها اشتغلنا ساعه كل ده في ونص الضلمة. دلوقتي. ليها ساعه ونص دلوقتي، ولسه الله اعلم هتجينا امتى ان شاء الله. بصوا الناحيه التانية في ايه؟ سجق. فتعودنا نشتغل بالكشافات خلاص. خلاص تعودنا هنعمل ايه؟ نشغل موبايل ونشتغل. اهو شايفين، وادي سجق بقى، لحمه مفرومه وسجق. وفي الضلمة. وفي الحمد الضلمه. لله، في الضلمه الحمد لله. هنعمل ايه؟ ربنا موجود بقى، نورنا من عنده. الحمد لله. بس العصاج تحفة يا جماعة، حطينا فيه فلفل اخضر وورق لورا، وهديله رشة بهارات كده عاملاها الماما، بتخلي اي عصاج حلو قوي، هقولكوا عليها. جوري بهارات. جوري غاوية بهارات. هو عبارة عن كزبرة وكمون وفلفل اسود وروزميري، ايوه، وحبهان ورق لورا، مطحونين كده ومجهزاهم لماما في برطمان واحد. بتحطهم على فراخ، بتحطهم على لحمه، بيدوا طعم حلو قوي. حتى ماما بتحطهم في الشوربه، بيخلي الشوربه تحفه. طعم وريحة بصراحة، هم جمال يعني. هوريها لكم.
محتاج شويه ملح. انا دقته، انا لازم ادوق الاكل. جوري عكسي تماما طبعا. ما بحبش ادوق الاكل يا جماعه، مش بعرف اصلا لحد ما بتعمل اخلص. الاكل كله من غير ما تدوق. وادي البهارات اللي قلت لكم عليها مجهزاها لماما اهي. شويه في اللحمه وشويه على السجق. شويه على السجق. هي فيها كل حاجه يعني، مش محتاجه تحطي توابل تاني. طماطم متقطعه شويه هنا وشويه هنا. احنا طبعا كل حاجه قاسمينها مجهزين كل حاجه كل حاجه قبل ما بعض. نبدا اصلا. جهزنا كل حاجه قبل ما نبدا. بس مش عارفه اصور لكم السجق يا جماعه، مظلمه قوي عنده، حتى الكشاف مش انا جايب. معايا ريان صغير 4 شهور، ربنا يحفظه ويحميه. فما بصدق الاقيه ينام شويه اقوم بسرعه احاول اعمل اي حاجه اخد النومه بتاعته، لانه عند ما صحي ما بيهمتش بقى. وعندها على فكره يا جماعه قناه حلوه قوي، بس مستنيين البيبي يكبر شويه عشان تاخد نشتغل نفسها عليها وكده تاني. وتشتغل عليها تاني باذن الله ان شاء الله. لنا فتره كتيره موقفين طبعا من اول الحمل والولاده وده كله طبعا. فوقفت الشغل فيها خالص، ما عنديش وقت. وكانت بتجهز كمان معايا هي وحامل وكده، خالص كانت بتجهز لجوازي وكده. جوري بنتي مش اختي، بنتي انا اللي مربياها. مامتي الصغيره يا جماعه. عقبال ما تفرحوا يا رب بولادكم واخواتكم. امين يا رب، ونفرح بجد ويوسف يا رب. كده يروحوا يزوروا بيت ربنا يا رب. امين يا رب. ويفك كرب اخواتنا في فلسطين يا رب. امين اللهم امين يا رب. يا جماعه ادعوا لهم كتير قوي قوي يا جماعه. امين يا رب، ويحفظهم جميعا يا رب. ينزل صبرك عليهم يا رب، الهمهم بالصبر على اللي هم فيه، وقويهم وعينهم يا رب على اللي هم فيه يا رب. اللهم امين يا رب. بس يا جماعه كده هنوقف وارجع لكم بقى لما النور يرجع ان شاء الله. لما الكهرباء ترجع ان شاء الله. السلام عليكم المؤقت. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، زي ما شايفين العجينه الله اكبر. بسم الله ما شاء الله كده عبيتها. بصوا دي كبيره يا جماعه مش صغيره. واللي ساعدها بقى الجو الحر لما الكهرباء قطعت. خلتنا احنا شخصيا كنا لو خايفين خميره كنا هنحمر. بصوا كمان العصاج القمر ده خلاص العصاج خلص كده، خلصنا الحمد لله، استوى كله تمام كده في النور اهو. وهنبتدي بقى نجهز الصواني بتاعتنا وهنبتدي نقطع العجينه بتاعتنا. بصي سوري على المنظر وكده يا جماعه، بس انا حابه اوريكم مهرجان الصواني البيتزا اللي احنا هنعمله. شايفين صواني بيتنا كلها وصواني بيت اختي يا جماعه. دينا اهو بنقطع وبنرص في الصواني دي كلها دهنينها زيت عشان العجينه متلزقش فيها. مع الصواني جهزناها وهندخلها الفرن، ونسيت ما اصور لكم الباقي معلش يعني. دي الصينيه بتاعتي. احنا دخلنا الصواني الفرن بره. ولو الاضاءه حلوه هصورها لكم هي في الفرن. طبعا مش بنحط الجبنه دلوقتي، بعد ما بتستوي بنحط الجبنه وندخلها تسيح. فرن الخبيز يعني فرن البوتاجاز ما كانتش هتلم معانا بصراحه خالص. فاحنا فتحنا فرن الخبيز بتاعت ماما ورصينا فيها الصواني كلها وكده. دي بتاعت الاطفال عملتها لهم، حطيت لهم في النص سجق وفي الحواوشي. ده عملوها هم بايديهم، احنا ما عملناش فيها حاجه. هم فردوها وانا حطيت لهم عليهم الحاجه كده وبس. هم صمموا ان هم يعملوا الصينيه من باب المشاركه يا جماعه عشان يفرحوا كده وياكلوا. صمموا ان هم قالوا احنا عايزين نعمل صينيه، فرحنا ادينا لهم الصينيه دي على جنب كده حته عجينه، وادينا لهم الصينيه دي وقلنا لهم العبوا فيها بقى مع نفسكم. بس طلعوها والله حاجه حلوه يعني مش وحشه. بس اهو يا جماعه ما شاء الله الصواني في الفرن مستنيينها تستوي. اختي الصغيره بتخلي بالها منهم، هي اكبر مني يعني بس اختي الصغيره بتسويهم. بعد ما يستوي بتحط عليهم الجبنه ويسيحوا. دي فرن الخبيز يا جماعه ماشي. ولسه فاضلين 3 صواني كمان، لما نطلع ده هنحطهم وهوريه لكم لما تخلص خالص كمان. اهو بتاعتي اهو هتدخلها ام علي جوه الفرن. اختي الوسطانيه يا جماعه عرفت اجيبها اهو، كنتش عارفه اوصلها اهو. بسم الله ما شاء الله الله اكبر. شايفين يا جماعه الله اكبر. دي كل البيتزا اللي عملناها حفله بيتزا النهارده، مهرجان بيتزا بارتي بيتزا النهارده. واستوت ورشينا عليها الجبنه الموتزاريلا من فوق بس. وبالهنا والشفا لكل اللي هياكل. وتسلم ايدك يا ام يوسف وتسلم ايدك يا ام علي. تسلمي وتعيشي يا رب. ونتقابل بكره ان شاء الله. الله كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو ان شاء الله. بكره هنعمل مع بعض الفطير المشلتت. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب الاشتراك في القناه، وسيبوا لي تعليق حلو وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد.